السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بنقدم فيديو جديد على القناة. اتمنى ان يا رب ان هو يعجبكم. النهاردة هنعمل مع بعض صلصة الطماطم، تنفع معاكي للمكرونة، تنفع معاكي للطبيخ مثلا لو تطبخي بيها. جميلة جدا وموفرة جدا 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 عن الصلصة اللي ممكن تشتريها من بره، وعن الايام الجاية لما تكون الطماطم فيها غالية. الايام دي الطماطم فيها جميلة جدا. آه، الايام دي معروفه ان دي ايام تخزين الطماطم، يعني بتجيبي كده كميه الطماطم فيها بتبقى كبيره كده وملحمه كده، كلها ايه، لحم كده من جوه، مش فاضيه، وفي نفس الوقت مش مستويه ووحشه يعني. آه هو ده موسم الطماطم، فجدعاني كده جايبيلك كام كيلو كده، خزنيهم هينفعوكي في الايام الجايه ان شاء الله. آه بصي شكل الطماطم معانا كده ما شاء الله، هي حمراء وفي نفس الوقت كبيره وملحمه زي ما قلت لك. انا بقى جايبه بكميه انت زي ما انت عايزه. انا ممكن اكون جايبه مثلا 20، انت ممكن تكون عايزه تجيبي 10، ممكن تجيبي 5، ممكن تجيبي 7، ممكن تجيبي 15، ممكن تجيبي 50، انت زي ما انت عايزه يعني. عفوا. فانت بتجيبي زي ما انت عايزه. انا باخدها بقى تحت الحنفيه كده، بغسلها غسله حلوه، والحته اللي مش عاجباني بشيلها بالسكينه كده، وبشطفها شطفه كويسه جدا جدا تحت الحنفيه، بحيث ان ميبقاش فيها اي تراب او اي حاجه يعني من مكان ما بتشتريها يعني. بصي بقى هنجيبها نقطع منها القمع بتاعها اللي فوق دوت، نشيله ونحطها في حله كده. آه، نقطعها هنا ونحطها في حله. انت ممكن تعمليها بطريقتين، ممكن تضربيها بالخلاط على طول كده وهي كده بالمنظر ده. على فكره نسيت اقولك برضو كمان ان الطماطم دي مش جامده قوي، يعني مش جامده ان انت تقدريش تضربيها، لا يعني حلوه. هي تلاقيها ايه، ماسكه نفسها وفي نفس الوقت مش طريه، يعني هي جميله برضو. فانا بقول لك انت ممكن تبقى تعمليها بطريقتين، ممكن تضربيها كده على طول في الخلاط على طول، وممكن تعملها بالطريقه دي. بس انا بفضل الطريقه ديت لانها سهله وموفره جدا، ومش بترمي معاكي طماطم كتير بره يعني. الطماطم بكره دلوقتي هتشوفي الفيديو لاخره وهتفهمي كلامي. اهم حاجه نقطع بقى الكميه كلها كده بالمنظر ده. نشيل بس القمع بتاعها، نشيل اي حاجه مش عجبانه فيها مثلا. شفتي فيها حاجه مش عجباكي، حاجه فيها حته مثلا. طبعا الحاجات دي بشوفها وانا بغسلها، بس برضو في ممكن حاجات ممكن تعدي عليكي كده صغيره، ممكن تقطعها بالسكينه وتملي بقى الحله بتاعتك كده. انا هقطع بقى الكميه كلها وارجع معاكم تاني. وكده بعد ما قطعنا بقى الكميه اللي معانا، انا عملت الحلتين دول، وفي زيهم كمان بره يعني على البوتاجاز الناحيه التانية. آه، يعني مش كل الكميه دي اللي انا حبيت اقول لكم، يعني دي الكميه اللي قدام الكاميرا بس، لكن اللي ورا بقى في لسه تاني على البوتاجاز بره. آه، بصي بقى انا حطيتهم على البوتاجاز ماشي، من غير اي ميه خالص، يعني انا حطيت الطماطم زي ما هي كده بالحله على البوتاجاز على طول، على نار عاليه. اول تلت ساعه كده، تمام. وبعديها بهدي النار، على خليها على الوسط، واغطيها واسيبها لغايه لما تستوي. هتقعد معانا تقريبا من ساعه لساعه الا ربع، يعني من ساعه الا ربع كده لساعه، يعني حوالي ايه من 45 دقيقه مثلا، لو بتحسبي بالدقيقه من 45 دقيقه لايه ل 60 دقيقه. فترة مش بطالة، وهتستوي معاكي كويس جدا. هتعرفيها ازاي؟ اما تمسكي كده الشوكة او معلقة، تهرسي كده واحدة تلاقيها ايه، بقت مية معاكي بقى خلاص، قلبت عصير. المهم بقى هسيبهم بقى يستوي بالمنظر دوت. هو لسه كده شغال يعني البوتاجاز عليهم، انا مطفتش البوتاجاز عليهم، لسه شغال عليهم. وهقولك تعملي ايه في الخطوة اللي بعديها. هخليهم بقى شغالين كده، وانا موطيه النار، مخليها على الهاديه عشان متفورش، خلي بالك عشان هي بتفور. انا ما حطيتلهاش اي سوائل نهائي نهائي كده، ما حطيتلهاش ميه خالص، هي الميه دي نزلت منها فيها. لما انتي بقى كنت شايفاها كانت لسه عايزه شويه كمان، فانا سبتها حوالي ربع ساعه كمان، غطيتها وسبتها. بصي بقى انا هجيب بقى، بصي شوكه، بصي بهرسها كده الاقيها تتهرس معايا بكل سهوله. خلاص يعني سهله انها تتضرب في الخلاط. انا كده بقى، انا كنت عامله الكلام ده من بالليل، وقمت ده كده تاني يوم الصبح، تاني يوم الصبح قمت بقى ايه، شغلت الخلاط عليها. طبعا لو انت بقى عندك هاند بلندر،
هيبقى سهل جدا، هتخلصيها وتضربيها بالهاند بلندر على طول وتصفي. بس يعني ايه، الحمد لله. دلوقتي احنا عندنا بقى في الخلاط، باخدها كده بميتها واديها عصرة بقى كده في الخلاط كويس جدا. هضرب بقى الكمية كلها وهصفيها بمصفى. الخطوة اللي انا كنت بقولك عليها في اول الفيديو، ان لو انت عايزة تضربيها على طول في الخلاط وتصفيها بعد كده تشغلي النار عليها تسبكيها يعني. مش حابة الخطوة دي. ليه الخطوة دي احسن في ايه؟ اما تيجي تصفيها هتلاقي اللي طالع لك ايه، البذر بتاع الطماطم والقشر بتاعها بس. فدي هي كده بتوفر معاكي كميه كبيره جدا، مش بتهدر معاكي. لكن لو انت آه انا قبل ما اجرب الخطوات ديت، انا جربتها زمان كده، كنت بعملها برضو، بضربها بالخلاط واسبكها على النار واصفيها. آه، اكتشفت ان انا بهدر كمية من الطماطم مش صغيرة، يعني كمية كبيرة. فالخطوة دي بتخليكي لا ما بتهدريش، كل اللي بتطلعيه هو البذر بس بتاع الطماطم والقشر بتاعها. انا هصفها لك دلوقتي قدام منك وتشوفيها. بصي بقى كده هصفها لك. معلش الاضاءة ما كانتش حلوة خالص. بصي بقى بيطلع ايه، انا عايزة اوريكي هي بتطلع ايه. بصي مش مهدره معانا، لا الطماطم كلها نزلت. بصي كل المتبقي دوت اللي هو البذر بتاعها اللي في قلبها من جوه، وال القشر الخارجيه. طبعا لو احنا هنعمل صلصه محشي، طبعا ليها طريقه تانية. يعني صلصه المحشي ده ازاي تخزني صلصه المحشي لوحديها. انا مش بصفيها صلصه المحشي، وانا بعملها بطريقه برضو تانية. دي بصي الكميه معايا اللي طلعت اهي. لو انت بقى حابه تاخديها بعد ما تعصريها كده، تحطيها على النار تاني تسبكيها، تبقى جاهزة للتسبيك على طول. مفيش مشكلة. لكن انا حباها كده، انا حباها يعني انا خلاص، انا سلقتها على النار وضربتها في الخلاط وصفيتها. انا هعبيها زي ما هي. بعد كده لما احتاجها بقى اخدها للطبيخ، اخدها المكرونة، اسبكها بقى بالنسبة التسبيك اللي انا عايزاه. زي ما انت شايفة كده. بصي انا عبيتها في اكياس. تمام. طبعا على قد ما انت عايزة تكتري براحتك. يعني بصي هو ده الكيس اللي انا عبيت فيه. الكيس تقريبا ايه يعني، ممكن يكفي معاكي طبخه، ممكن تكفي معاكي طبختين. لو انت عايزه تعملي في اكياس صغيره حسب ما انت عايزه تعملي، او تعبي في برطمانات. ان شاء الله هعمل معاكم في فيديو برضو ازاي تخزني صلصه المحشي، وازاي تخزني صلصه البرطمانات اللي من جواها جاهزه ديت. ان شاء الله كل ده هيبقى اعملها لكم في فيديو برضو. آه يا رب ما اكونش ناسي حاجه. وان شاء الله برضه هقول لك ازاي تخزني الخضره بتاعه المحشي، والمحشي يبقى ازاي جاهز، بحيث ان انت عايزه تطلعي، لا هقلب كل حاجه على بعضيها واشتغل على طول، يبقى حاجتي كلها جاهزه. ان شاء الله هنعمله برضه مع ده في فيديو تاني. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. انا سوري على الاضاءه، بجد الاضاءه مش حلوه خالص، بس سوري على الاضاءه. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم. طبعا انا لما باجي ارصه في الفريزر انا بعلمك ازاي ترصيه. بصي انا بقول لك هتحطي واحد كده وتقلبي واحد الناحيه التانية. لما يجمد، ما تحطهمش كلهم فوق بعض كده هو لسه طري كده، لا لما يجمد حطي بقى الناحيه التانية. يعني انا خلاص دول جمدوا، راجعه بقى رصه فوق منه تاني بعد ما يجمدوا. واحد عكس واحد. بصي واحد عكس واحد في درج التلاجة، في درج الفريزر، او لو في الفريزر بتاع التلاجة عادي برضو. لو في درج الفريزر بقى حطي طبقة في الأرضية، وحطي بينهم فاصل يعني مشمع أو كيس أو حاجة، وحطي بعد كده الخطوة اللي بعديها في درج انا كده بقى وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان هو يكون خفيف عليكم. متنسوش سبسكرايب للقناة واللايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.